السلام عليكم خوت، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي الخوت نتعرفوا على كيفاش نتعامل مع مشروع تربية الأرانب على الأرض. غادي نعطي فيه بعض النصائح مهمة على هذا المشروع الإخوان، وغادي نجاوب حتى على بعض الأسئلة ديال بعض الإخوان اللي كيقول لك ما التربية الأرضية ما خداماش والتربية على الحفراء حتى هي كيقول لك ما خداماش. قبل ما نبدأ ما ننسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوان نبدأ على بركة الله. إخوان بالنسبة للتربية على الأرض كيف ما كتشوفوا معايا أصدقائي، أنا مربيها على الأرض وعندي حتى الحفرة داير فيها الذكر عازلوا عليهم. الذكر ضروري خاصك تعزلو وتهلا فيها الإخوان، إلا ما تهليتيش فيه راه ما غاديش يبقى يلقح لك الإناث. الإخوان إذا كنتي باغي تبدا هذا المشروع ديال تربية الأرانب، غير توكل على الله وبدا إلا كان عندك الحب ديال هذا المشروع. أما إلا ما كانش عندك الحب، نصيحة غير بعد من هذا المشروع، راه ما خدامش ليك. علاش اخويا ولا اختي قلت لكم هاد الهضره؟ لحقاش الا كان عندك الحب ديال المشروع غادي تعطي فيه مزيان، غتعطي فيه مزيان وانت كدير هذاك الشيء عن حب، ويعني انت مقتنع بداك الشيء اللي كدير فيه. اما الا ما كانش عندك الحب ما تكون غير غادي ديري مره توكلها مره ما توكلهاش، غادي تنساها وما غاديش تعطيها اهتمام اللي خاصك تعطيه ليها. حنت اخوتي الا ما كنتيش غادي تعطي لواحد الحاجه الاهتمام، راه من الاحسن غير بعد منها، راه ما خداماش لك. وبالنسبه للتربيه الارضيه الاخوان راه صالحه 100%، غير تهلا فيها. الا كانت عندك هاد الارانب الاخوان كما كتشوفوا معايا انا مربيها على الارض، انا دايرها على الارض، وراه اللهم بارك هما صادقين ليا الوليدات. وانا فايت ليا كنت مربيها وما تهليتش فيها وكان وقع لي بزاف ديال المشاكل وحيدتها، ولكن ما داك الحب ديالها سبحان الله العظيم هو اللي خلاني نرجع ليها. ما ما قديش بعد منا دابا، راه الحمد لله راه كنديروا مع المجهود ونتمنوا خير ان شاء الله. راه اي حاجه الا خدمتي فيها وتهليتي فيها ودرتي معاها المجهود ديالك، راه كون مأكد بان الله ما غاديش يضيع ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. الله راه ما كيضيع حتى شي واحد الاخوان، ضروري يعوض لك، واخا من المهم ما يخليكش بلاش. وكما كتعرفوا الاخوان التربيه ديال الارانب راه بزاف كتكاثر، يعني الا باغي تبدا بدا غير باغي تبدا صغير، بدا بوحده ولا جوج واصبر عليهم واعطيهم الاهتمام ديالهم اللي خاصك تعطيهم، وصبر عليهم شويه غادي يفيض عندك الخير. غير وحده ولا جوج ها هي راه بالزربه كتكاثر بالزربه. التربيه الارضيه الاخوان اللي غنعتمد لكم عليها هي النظافه، النظافه باستمرار. الا كنتي مربي مثلا بزاف، النظافه يوميا، ما تغفلش عليها في النظافه. والماء ديما يكون حداها، لحقاش الماء هي راه كتشرب الماء حال سخون، كتشرب الماء بزاف. والتهلا الاخوه راه كيلعب دور كبير في اي حاجه. راه الا تهليتي فيها راه غتولد لك حتى في النسبه ديال الولاده ديالها غتولد لك 10 11 الا تهليتي. الا كنتي ما مهليش فيها غير هاملها راه تتولد لك ولا تلوحم لك. الا كنتي ما مهليش فيها الاخوان نركز لكم على هذه النقطه هذه، راه تلوحم. ما ت... ولا كنتي مخلي معاها تاني تذكر تاني تلوحم لك. بزاف ديال الاخوان كيطيحوا بحال هاد المشاكل هذه، كيقول لك راه الانثى ديال الارنب ما كتولدش ليا في العش ديالها. ايها خويا انا طحت في هذا المشكل وطحت فيه بزاف ديال المرات. ما كتجي حتى الاخر وكتلوحم لك وما كتردعمش. هذاك اخويا عندها نقص في الماكله، في التغذيه ديالها خاصك تهلا فيها باش تولد لك في العش ديالها وترضع الصغار ديالها مزيان. الا ما كنتيش مهلي فيها غادي تلوحم لك. كون مأكد اخويا من هذه النقطه هذه. انا هذه غير سير منها، ما باقيش تسول حتى شي واحد، راني كندوي معاكم الخوت صريح 100%. وراه هي راه سبحان الله العظيم، الانثى ديال الارانب
إلا كتوفّر الحليب وتقدر ترضع لك حتى ل11. كاين بعض الإخوان كيقول لك لا راه ما غتولدهم كاين شي وحدين كيشدّوا دوك الصغار ديال الأرانب وكيعطيوهم للأنثى الأخرى ترضعهم ليهم، لا، تهلا غير في الأم، تهلا فيها مزيان ملي تكون والدة، علّفها مزيان وتهلا فيها، راه هي قادرة كيما ولدتهم قادرة تربيهم، كيما ولدتهم 11 ولا 10 راه قادرة تربيهم لك تاني 11 ولا دوك ال10، ولكن حاجة التهلّو، إلا تهليتي إلا كنتي ما مهليش فيها راه كون مأكد ما غاداش ترضع دوك الصغار ديالها، واخا تولد غير 5 ما غاداش إلا ما كنتيش مهلي راه ما غاديش. بلا ما نطوّل عليكم الإخوان في هاد التهلّو، غندير إن شاء الله شي حلقة وندير لكم كيفاش تهلا في الأرنب ملي تكون يلاه والدة لك. تحياتي ليكم الإخوان، نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا. السلام عليكم. إلى استفدتي ما تنساش دعمنا.